لن أناقش بيان الزمالك وما جاء فيه، لأن البيان خرج لأسباب لا دخل لها بمباراتهم مع المصري كما زعموا، والبيان صدر لغرضين وربما لغرض ثالث. الأول، محاولة تصدير المشكلة وقلب الطاولة على اتحاد الكرة بعد تجاوزات لاعبي الزمالك في المباراة، فيلتفت الجميع للبيان المخادع ويضغط به حتى لا تصدر عقوبات بحق لاعبيهم المنفلتين ومدربهم الممثل الكبير. الثاني هو تأجيل مباراة الأهلي مع الزمالك في الدوري بأي شكل من الأشكال لوجود تراجع فني كبير وغيابات بالفريق، وربما يريدون إلغاء الدوري نفسه. ما الأدلة على ذلك؟ 1. موضوع التحكيم مردود عليهم، فهم أول المستفيدين منه، ومباراة سيراميكا تشهد أنهم كانوا سيكملون المباراة ب10 لاعبين والزمالك متأخر بهدف، وهذا معناه خروج عبد الله السعيد، لأنه من المستحيل بلياقته الضعيفة أن يتواجد في الملعب والفريق يلعب ب10 لاعبين، وكان التحكيم هو المنقذ للفريق بعدم طرد حسام عبد المجيد، وفاز الزمالك على سيراميكا بالباطل. ويبقى السؤال: لماذا لم يطلب الزمالك في بيانه الاستعانة بحكام أجانب؟ لأنهم يعلمون أن التحكيم لم يكن مؤثرا في المباراة على الإطلاق، بل جاملهم التحكيم بعدم إشهار بطاقات صفراء تتحول لحمراء نتيجة الاعتراضات المستمرة والمصحوبة بتجاوزات لا أخلاقية. 2. جدول الدوري الذي يعترض عليه الزمالك الآن تم إعلانه يوم 23 من فبراير الماضي، أي من 4 شهور، فلماذا لم يعترض عليه في حينه؟ لماذا؟ لأن الزمالك نفسه كان يلعب في بطولة الكونفدرالية، ويتم تغيير مواعيد مبارياته مع الأهلي طبقا للمراحل التي يصل إليها في البطولة الأفريقية، وبالتالي فلن يعترض على أي شيء، لأن ما يحدث هو الطبيعي، ونحن كنادي الزمالك مستفيدين منه. وبعد أن ننتهي من الكونفدرالية سنكمل مبارياتنا، وعند تعارض أي مباراة مع مصالحنا نخرج كالعادة لنلطم الخدود ونشق الجيوب على الجدول والعدالة والشفافية المهدرة، وهو ما حدث حاليا قبل مباراة الزمالك مع الأهلي. 3. مسؤولو الزمالك يتحدثون عن جدول الدوري والمؤجلات ويشيرون للأهلي، على الرغم من أن للأهلي 4 مباريات مؤجلة من الدور الأول، وهي الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز وفيوتشر، مقابل 3 للزمالك، وهي فاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة. وما يتحدثون عنه من تكافؤ للفرص مضحك وكوميدي، فهم خارج المنافسة على قمة الدوري، وأمر المشاركة في البطولات الأفريقية تم حسمه، فالأهلي محسوم مشاركته في دوري الأبطال كونه بطل القارة، والأسيوطي الفريق الثاني رصيده من الدور الأول 35 نقطة، بينما رصيد الزمالك 24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أمام فاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة، وفوزه بها يعني الوصول للنقطة 33 خلف الأسيوطي، وبالتالي لن يشارك بأي حال من الأحوال في دوري الأبطال، وسيشارك في الكونفدرالية كونه الفائز بها. 4. هناك العديد من المشكلات داخل صفوف الفريق، على رأسها غياب وش الخير شيكابالا، وناصر ماهر موقوف داخليا بعد مشاجرته مع أحمد مصطفى زومو، والفريق يعاني من غيابات. 5. متوقع توقيع عقوبات على أحمد مصطفى زومو، وبالتالي فسيزداد موقف الفريق صعوبة أمام الأهلي. 6. لم يتحرك ويفكر مسؤول الزمالك في حيلة لتأجيل مباراتهم مع الأهلي، إلا بعد علمهم أن حكم مباراتهم مع الأهلي سيكون أجنبي كما طلب الأهلي، ومع التراجع الفني والغيابات فاحتمال خسارة الزمالك كبيرة. لكل ما فات، فبيان الزمالك ليس إلا هروبا من المباراة، طريقة اعتادوا عليها، فتاريخهم الطويل يؤكد افتعالهم الأزمات بلا سبب مقنع للهروب. فالضغوط الجماهيرية عليهم كبيرة، والجمهور يتحكم في معظم قراراتهم كما قال العضو تحت السن، وإن لم تتخذ رابطة الأندية واتحاد الكرة قرارات عنيفة، فبطولة الدوري لن تستكمل، وهو هدف ثالث للزمالك. الخلاصة: هذا النادي عاش طوال تاريخه يتسلق جهود الآخرين، يعيش كالضباع يخطف ما تصيده الأسود، لا يهمه إلغاء بطولة أو اقتصاديات الكرة أو أي شيء، فالمعونات تأتيه من كل مكان ويسانده الجميع، ولو لم يجد هذه المساندات لكان مكانه الطبيعي الدرجة الثالثة مع اليونان والترام وغيرها من الأندية التي اختفت من المشهد. وأتوقع أن لا يقوم اتحاد الكرة أو الرابطة بأي قرارات قوية تحفظ للدوري قوته وتحافظ على صورة الكرة المصرية، فالزمالك مسنود من كافة أطراف المنظومة، لأن أغلبهم منتمي لهذا النادي.